في بداية السبعينيات من القرن الماضي دخلت دول المغرب العربي في سياسة المحاور والتحالفات الثنائية بدل العمل الجماعي. فتونس وليبيا أعلنتا في شهر يناير كانون الثاني عام 1974 وحدة اندماجية بينهما سرعان ما تنصلت منها تونس في السنة نفسها، وهو ما أدى لاحقا إلى ما يشبه الحرب الباردة بين البلدين، حيث تنتعش العلاقة تارة وتتوتر تارة أخرى. ثم قامت تونس والجزائر بتوقيع اتفاقية الأخوة والتعاون في شهر مارس آذار من عام 1983، والتحقت بهما موريتانيا. وقد نظرت الرباط وطرابلس بعين الشك لهذا التحالف، وردتا بتأسيس الاتحاد العربي الإفريقي في شهر أغسطس آب من عام 1984 في مدينة وجدة المغربية، لكن سرعان ما تفكك هذا الاتحاد عام 1986. وفي 17 من فبراير شباط عام 1987 شكل تأسيس اتحاد المغرب العربي بمراكش خطوة نوعية في مسار الوحدة المغاربية، وعقدت آمال عدة على ذلك، خصوصا أنه جاء بعد معاناة شعوبه ودوله من سياسات المحاور الثنائية المتصارعة على الزعامة طيلة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. تعثر القطار المغاربي مع بداية الأزمة الجزائرية وتفجر أزمة لوكربي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والتي تطورت إلى فرض عقوبات دولية على ليبيا عام 1992 وتقصير باقي الدول المغاربية في إظهار التضامن معها بسبب انكفاء الأنظمة على نفسها لحل مشكلاتها الداخلية، بدءا من موريتانيا الغارقة في همومها السياسية والاقتصادية، مرورا بالجزائر التي تواجه حربا أهلية طاحنة، والمغرب الذي ينشغل بقضية الصحراء وأثرها المباشر على احتدام الصراع بين المغرب والجزائر. إن أهم عوائق التقارب الحقيقي والتعاون الفعلي على طريق التكامل والاتحاد المغاربي تتمثل بمشكلات السيادة الوطنية على بعض المناطق، وقد كانت هذه المشكلات من آثار المرحلة الاستعمارية، فقد ورثت البلدان المغاربية حدودا متفجرة بفعل التقسيم الاستعماري. كانت فرنسا تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذا راحت تقدم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها، أي إلى التراب الجزائري، وتركت المناطق الصحراوية مجرد مراع لسكان البلدين من غير تحديد تبعيتها لأي سلطة، مع أن هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطان المغرب. الجزائر حددت حدودها في العهد العثماني، تحققت وحدة الترابية الجزائرية والخريطة الجزائرية اللي ورثناها. الفرنسيون جاءوا فوجدوا الخريطة كاملة مع المغرب، لم يأخذوا شيء من المغرب أو من تونس. لأن الجزائر التي احتلتها فرنسا في 1830 لم تكن مساحتها تزيد على حوالي 300 ألف كيلومتر مربع، هذا معروف تاريخيا. كانت فرنسا قد أبرمت اتفاقية لالا مغنية حول الحدود مع المغرب بتاريخ 18 من مارس آذار عام 1845، وتضمنت 7 نقاط رئيسية ويمكن تلخيصها على الشكل التالي: ستبقى الحدود كما هي وكما كانت سابقا بين المغرب وتركيا بدون تعديل، ولا يمكن لأي دولة أن تقوم بأعمال إنشائية على الهوامش الحدودية، كما لن يكون هناك أي تحديد لهذه الحدود بالحجارة. قام المفوضان بترسيم الحدود بواسطة الأماكن التي تعبر من خلالها، كما لو أنها خط مرسوم عبر الجبال والوديان حتى الصحراء جنوبا والمتوسط شمالا، فكل ما هو جهة الشرق تابع لفرنسا، وما هو من جهة الغرب تابع للمغرب.
حدود بين الجزائر وتونس وليبيا وبين الجزائر والمغرب كانت قائمة منذ 1500، وجاء الفرنسيون فثبتوا هذه الحدود لا أكثر ولا أقل. لم يخلقوا حدودا، لم يأخذوا شيئا من هذا ويضموه إلى ذاك. هذا واقع تاريخي. فرنسا منذ 1830 وهي تقتطع أطرافا من شرق المغرب وضمها إلى ما كانت تعتبره جزائر فرنسية خالدة. وما إن أخذت بوادر استقلال المغرب تلوح في الأفق حتى تقدمت فرنسا بعرض إلى المغرب تقترح عليه إرجاع ما اقتطعته من ترابه وألحقته بالأراضي الجزائرية مقابل تخليه عن الثورة الجزائرية. رفض الملك محمد الخامس العرض والمقترحات الفرنسية، وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. إن المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والملك محمد الخامس كانت تنص على أن يتم تعليق قضية الحدود حتى تحصل الجزائر على الاستقلال. بين الثورة الجزائرية والمغرب خاصة في قضية الحدود كانت صعوبات عديدة في فترة الكفاح المسلح، مسكوت عليها لأننا إذ ذاك قررنا السكوت عليها حتى لا يستغلها العدو. أثناء انعقاد مؤتمر طنجة سنة 1958 تحدث السيد عبد الحميد مهري الناطق باسم الوفد الجزائري بخصوص الحدود الجزائرية المغربية، أدلى بتوضيحات مهمة جاء فيها. وكأي مؤتمر لم يكن مؤتمر طنجة ليخلو من مفاجآت، فقد قام المهدي بن بركة عن الوفد المغربي في الكواليس بتوزيع خريطة حزب الاستقلال للمغرب العربي، وفيها المغرب الكبير الذي يمتد شرقا إلى عين صالح في الصحراء الجزائرية وجنوبا إلى نهر السنغال. هذه المناورة اجتمع حولها الوفد الجزائري للتشاور، وقد طرح أحمد بومنجل 3 احتمالات: هل نواصل المشاركة في المؤتمر أم ننسحب أم نتجاهل الموضوع؟ فضل الوفد في النهاية الاحتمال الأخير، بحث قضية الحدود أثناء معركة الكفاح المسلح. كنا لا نريده لأننا لم نكن مخولين كقيادة للثورة ببحث هذه القضية، لأن نداء أول نوفمبر ينص على استقلال الجزائر بحدودها الحالية، فقيادة الثورة كانت ترفض الدخول في بحث قضية الحدود قبل الاستقلال. في وثيقة مغربية تم العثور عليها في الأرشيف الوطني الفرنسي، وهي بروتوكول اتفاق بين حكومة جلالة ملك المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة، ويتلخص فيه: الحكومة المغربية تدعم الشعب الجزائري في حربه من أجل الاستقلال، وتقف إلى جانب الحكومة المؤقتة في مفاوضاتها مع فرنسا، وتعارض بشدة أي محاولات لتجزئة الأراضي الجزائرية. الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تقر بأن مسألة الحدود التي قامت فرنسا بترسيمها مع المغرب سيتم حلها من خلال مفاوضات تجمع حكومة المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة. وقع على هذا الاتفاق جلالة الملك حسن الثاني ملك المغرب، وعن الحكومة الجزائرية سعادة فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة بتاريخ 6 يوليو تموز عام 1961. الإخوة في المغرب كانوا حريصين على بحث قضية الحدود قبل الاستقلال، وأغلب الصعوبات جاءت من هذا الطرح المختلف
والذي أعتقد له مبررات من كل جانب. المغرب رفض عرضا من جانب الفرنسيين لتسوية هذه المسألة مع فرنسا، ولكن هم المغاربة فضلوا أن يقوموا بتسوية هذا الموضوع مع الجزائر الشقيقة حينما تنال استقلالها. استمرار التفاوض مع فرنسا على ضبط الحدود بين الجزائر والمغرب يعتبر اعتراف لفرنسا بالسيادة على الجزائر، وما كنا نرفضه. في رسالة بعث بها السفير الفرنسي في الرباط السيد روجيه سايدو إلى كوف دي مونغفيل وزير الخارجية الفرنسي، وفيها ينقل عن دبلوماسي مغربي مقرب من البلاط الملكي خلاصة لقاء مطول مع الملك الحسن الثاني حول مشاكل السياسة العامة، وجاء فيها: إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبموجب اتفاقات يوليو تموز عام 1961 بين الحسن الثاني وفرحات عباس قد اعترفت بمتانة الموقف المغربي في بعض النقاط الحدودية، بينما ظل النزاع على نقاط أخرى، وأن دراسة ملف الحدود سيبقى من اختصاص القنوات الدبلوماسية، وإذا تعذر عليها التوصل إلى حل فسيلجأ الطرفان إلى التحكيم الدولي، لكن المغرب لن يترك الجزائر تفاجئه فيما يخص مسألة الحدود. كان جناح اليسار في جبهة التحرير الوطني قد خطط